بتعملي بيتزا كتير وبتفشل منك، البيتزا دي بتكتها بجد حكاية هتعجب كل اللي هيدوقها من ايديكي. انا عايزة اقولك ان حماتي ما بتاكلهاش غير من ايدي. نيجي بقى للمقادير. كيلو دقيق نوع تكوني عارفاه وبتستخدميه باستمرار، معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، وبرده معلقة كبيرة ممسوحة ملح، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة لبن باودر. هنا كنت حطيت الزعتر انا بحطه مطحون نص طحنه، ما يكونش ناعم قوي وما يكونش خشن قوي. بجد التكايه دي برضو بتفرق جدا جدا في طعم العجين. باقي المقادير العجينه ربع كوبايه زيت. بالنسبه للعجين بنستخدم حوالي كوبايه ميه دافيه للعجين، بس طبعا احنا عارفين ان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع، فاحنا بنخلي معانا الكوبايه جنبنا وبنحط شويه بشويه لحد ما نحس ان احنا العجينه بتاعتنا استكفت خلاص من الميه. هنا انا كنت خلاص عجنتها، طبعا بنعجنها حبة محترمين لحد ما يبقى قوام زي ما انتوا شايفين كده. بنغطي وشها بالزيت عشان ما ينشفش، وبنرجع نغطيها بالفوطة بتاعة المطبخ كويس جدا تمام عشان برضو الوش ما ينشفش، ونسيبها تتخمر مش اقل من ساعة. في الوقت اللي بتكون العجينة بتخمر فيه بنبتدي بقى نجهز الصلصة بتاعتنا. نحط الثوم على قد طبعا كمية الصلصة اللي احنا هنستخدمها. طبعا انا التكاية هنا بحط حوالي معلقة كبيرة خل، لو هنستخدم كمية صلصة كبيرة يبقى معلقتين كده. نزلت الصلصة، كانت عندي حبة كده مجمدين. التكاية التانية في الصلصة هي ان اول ما الصلصة بتبدأ تدخل على مرحلة السوى بنحط معلقة سكر صغيرة، بجد بتفرق جدا في الطعم. الوقت اللي الصلصة بتستوي فيه على جنب بدأت اشتغل على اللحمة. طبعا ممكن يبقى سجق، ممكن تبقى سوسيس، ممكن تبقى كل الحاجات اللي انتوا عارفينها، ممكن يبقى ميكس اجبان. المهم ابتدينا نشتغل على اللحمه في طريقتين، يا اما بنحط البصل بنشوحه الاول بعدين الفلفل بعدين اللحمه. انا بفضل ان انا اشوح اللحمه الاول عشان اديها شويه ميه سخنه تبدا تستوي اللحمه فيها كويس جدا، وبعدين بنزل بالبصل والفلفل بعد كده. هنا كان عدى خلاص اكتر من ساعة، بدأت افرد العجينة في الصينية واجيب الشوكة واعمل الاخرام اللي انتوا شايفينها هنا. في ناس كتير بتفرد العجينة من غير ما تعمل كده، بتلاقوا العجينة ساعات حتة عالية قوي وحتة يعني منخفضة، بيكون ده السبب. الشوكة دي احنا كده بنحاول نوقف عملية التخمير خلاص، بيكون كده العجينة كلها طالعة بسوا واحد، ودي التكاية بتاعت الخطوة دي. كمان زي ما انتوا شايفين انا بعمل بالشوكة من على جنب كده بدي منظر، لان انا مش هحشيها من الاطراف دلوقتي اجبان. ابتدينا نفرد الصلصة، ريحة الزعتر بجد فيها وهمية. هنا انا كنت خلاص فردت كل طبقات البيتزا. التكاية اللي بعملها في الخطوة دي هي ان انا ما بحطش الجبنة في اول ما بدخل البيتزا الفرن، لا انا بستنى قبل ما تخلص سوا ب10 دقايق وابتدي احطها عشان الجبنة ما تنشفش او ما تتحرقش.